الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في القناة. الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة، كمان ممكن أستعلم برقم التأشيرة. إيه هي فترة الصلاحية للتأشيرة وإيه هي رسوم التأشيرة، يعني كل ما يتعلق بتأشيرة الخروج والعودة. أول حاجة يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر، دخل الاسم وكلمة المرور وسجل الدخول. بعد تسجيل الدخول اضغط على الخدمات الإلكترونية، اختار استعلامات، اختار أيقونة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة. يقوم المستعلم بإدخال كل البيانات المطلوبة منه في الأماكن المخصصة. ادخل رقم الإقامة، طبعا الإقامة اللي هيعرف تأشيرته ايه بالظبط، هو إقامته هو. يتم مراجعة كافة البيانات المدخلة. بعد كده يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، هتظهر كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة. هيظهر معلومات عن تأشيرة الخروج والعودة، وتقوم إدارات الحجز الخاصة بالتأشيرات بالسعودية بإصدار تأشيرات خروج وعودة علشان يتمكن المقيم بالمملكة أن يخرج ثم يعود بنفس تصريح الإقامة. وتعتبر هذه التأشيرة من أهم التأشيرات الصادرة. وعشان نعرف ايه هو، يعني دلوقتي احنا استعلمنا عن طريق الإقامة. طيب لو انت عايز تستعلم برقم التأشيرة، اول حاجة تدخل على موقع مقيم، يتم تحديد التحقيق عن طريق رقم التأشيرة، يتم دخول رقم التأشيرة، ثم يقوم المستعلم بتحديد المطابقة لرقم التأشيرة الخاصة به، يتم إضافة رقم التأشيرة ثم الضغط على أيقونة تحقيق. هتظهر النتيجة في ثواني. طب ايه هي فترة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة؟ أكدت إدارة الجوازات السعودية أن فترة صلاحية تأشيرة خروج وعودة بيتم احتسابها من تاريخ الخروج الأول، ولا بد من أن يكون السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة. طب ايه هي رسوم تأشيرة الخروج والعودة؟ حددت إدارة الجوازات السعودية رسوم تأشيرة الخروج والعودة 200 ريال سعودي للشخص الواحد. ده كل ما يتعلق بتأشيرة الخروج والعودة بعرفها عن طريق الإقامة، بعرفها عن طريق رقم التأشيرة، ايه هي الرسوم بتاعتها، ايه هي مدتها. وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.